بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة بقى من الوصفات السهلة السريعة. مش بتوقفنا في المطبخ كتير كالعادة. موفرة. طعمها حلو جدا. تقدري تعمليها بقى جنب مكرونة، جنب رز، تعمليها سندوتشات. كليها بالطريقة اللي تعجبك. المهم ان احنا هنعملها بطريقة حلوة جدا. ريحتها. الجيران هيسألوكي على التوابل وعلى الطريقة اللي انت بتعمليها بيها. واي حد هياكلها عندك بجد بجد هتعجبه جدا. مبدئيا انا عندي نص كيلو من الكبد والقوانص. طبعا لو عندك اي كميه تقدري تعمليها. الاضافات اللي بضيفها عليها بصلايه بقطعها. بصلايه وسط بقطعها او فروميها زي ما تحبي. 3 فصوص توم. فلفل الوان. ولو عندك بقى خضره شبت، بقدونس، يعني الحاجات دي بتبقى اضافات حلوه جدا. هي مش اساسيه بس انا بضيفها عليها بجد بتديها ريحه تحفه. التوابل اللي انا بستخدمها كمون، كزبره، توم باودر، بصل باودر، ملح، ورق لورا. من كل حاجه معلقه صغيره. انا قطعت طبعا الكبد والقوانص بتاعتي وغسلتها كويس جدا 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 بالليمون وبالخل وبالملح. لحد ما اتاكدت ان هي تمام واقدر ان انا اشتغل فيها. هاتي بقى الطاسه او الصينيه اللي هتشتغلي فيها. هنسخنها وهننزل فيها بمعلقه من السمنه البلدي او زيت او زبده، اي حاجه بتشتغلي بيها بتفضلي تشتغلي بيها مفيش اي مشكله. انا نزلت بمعلقه من السمنه البلدي. بتفرق جدا في طعم الكبد والقوانص او الكبده عموما. الخطوة دي بجد تركية حلوة جدا لو بتعملي كبدة أو كبد وقوانص. انزلي بالبهارات في المادة الدهنية في الزيت أو في السمنة. بديهم تشويحة كده لحد ما ريحتهم تطلع. بجد بتفرق جدا 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 في الطعم. نسيت أقول إن أنا ممكن تحطي كمان معلقة من الزعتر. وبعد كده لما شميت بقى ريحة التوابل بتاعتي، هنزل بالكبد والقوانص بتاعتي المتقطعة. وهديها طبعا تقليبة مع التوابل بتاعتي. الموضوع سهل جدا. ومش بياخد وقت خالص. طبعا لو هعمل كبد لوحدها فمش بتاخد وقت خالص في السوا. لكن طبعا انا بعمل كبد وقوانص وقلوب هتاخد وقت في السوا. القوانص والقلوب هياخدوا وقت شوية. فطبعا بشوحهم كويس قوي وهضيف لهم نص كوباية من المية. واسيبهم لحد ما اتاكد ان القوانص والقلوب استووا معايا. مش بحب احط الاضافات بقى الفلفل والبصل والخضره غير يعني لما تدخل في السوا شويه علشان الحاجه ما تتبلش، عشان الفلفل والبصل يعني الحاجه الاضافات بتاعتي دي ما تتبلش. وممكن كمان نضيف الثوم مع البهارات في الاول، نديهم تشويحه برضو هتفرق معايا كتير. تمام كده. لما دخلت في السوا شويه انا ضفت بقى الفلفل والبصل والثوم والخضره بتاعتي اللي هي بقدونس وشبت وكزبره. لحد ما اتاكدت ان هي استوت وبس. خلصنا. الوصفه مفيش اسهل من كده وبجد طعمها تحفه. اعمليها وهتطلع معاكي حلو قوي. ودي من ضمن الحاجات اللي تعتبر موفره دلوقتي يعني. فان شاء الله تعمليها كمان احسن من كده. انا عملت بقى جنبها مكرونه يا بنات. سلقت المكرونه قوق عادي لمده 10 دقايق في الميه مغليه بتاعتي وصفيتها. الموضوع سهل جدا. اي نوع مكرونه عندك عايزه تعمليه براحتك. وهنا الصلصه بتاعتي بضيف لها ملح وسكر وفلفل اسود وزعتر، توم باودر، بصل باودر. البهارات دي بتخلي المكرونه في حته تانية. بس كده المكرونه بقت جاهزه معايا وقدمتها جنب الكبد والقوانص. تقدري بقى تقدميها جنب رز، جنب مكرونة، ساندوتشات. قدميها بالطريقة اللي تعجبك. المهم انها وصفة بجد حلوة قوي. سهلة وموفرة وان شاء الله تعمليها احسن من كده. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو استفدتوا من الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.